هاي حبايب قلبي، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. بفيديو اليوم رح نعمل وصفتين من القمح بطريقة كتير سهلة وبسيطة. اكيد بنصح الكل انه يجربها. قبل ما بلش الفيديو بتمنى منكم تكبسوا زر الاشتراك، تفعلوا الجرس ليضل يوصلكم كل شي جديد. وهلأ خلونا نبلش. هون مثل ما شايفين عندي القمح، رح اغسلن كتير منيح وباشر بسلقن. مثل ما قلتلكن الطريقة كتير سهلة وبسيطة، بتمنى من كل قلب تنال اعجابكن. هون مثل ما شايفين حطيت فوقهم مي ورح ارفعن على النار واتركن لحتى يستووا كتير منيح. هون عندي لتر ونص حليب سائل، رح اسكب فوقهم كوبين سكر او حسب الرغبة. اذا بتحبوا فيكن تستخدموا حليب باودر، بتحطوا لكل كوب معلقتين كبار حليب. وهلأ رح اخلطن كتير منيح لحتى يدوب السكر. ورح ارجع اسكب فوقهم 3 معالق كبار نشا. بتمنى اكون عم اقدم لكم محتوى عم بتحبوه، كن ضيفة خفيفة على قلبكم، بحبكن كتير كتير. وكمان رح ادمجهم كتير منيح بقلب بعض. رح ارجع اسكب فوقهم ماء الورد. هون القمح عندي انسلق كتير منيح مثل ما شايفين. هلأ رح اسكبهم فوق الحليب بهيدي الطريقة. طبعا مش رح اخد الكمية كلها لانه رح اعمل وصفتين مثل ما قلت لكم. وهلأ من بعد ما سكبت فوقن القمح، رح ارفعن على النار واتركن لحتى يغلوا كتير منيح. اذا حابين اقدم لكم اي وصفة معينة اكتبولي بالكومنت وانا اكيد جاهزة. رح استمر بتحريكها. من بعد ما تغلي بنشتغل على نار خفيفة. هيدي اول وصفة صارت عندي جاهزة. الوصفة التانية كتير سهلة وما بدها مكونات. هون عندي القمح اللي سلقته. هون الوصفتين صاروا عندي جاهزين. مثل ما شايفين اول طريقة عملنا القمح مع حليب، طريقة كتير سهلة، اكيد بنصحكن انكن تجربوها. اما الطريقة التانية هي القمح بس رح نضيف فوقها سكر. بتمنى من كل قلب تجربوا هيدول الوصفتين وتقولولي شو رأيكم بالكومنت. وهلأ أنا بدي ودعكن، هيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو. ألف صحة وهنا على قلبكن يا رب. إذا عجبكن الفيديو ما تنسوني من اللايك والشير للأصدقاء ليشتركوا هن كمان. انطروني في فيديوهات جديدة. باي باي.